في كلام عايز تقوله؟ لا طبعا نتيجة مؤسفة بالنسبة لنا. احنا كنا عندنا جيم بلان في الشوط الاول ان احنا نقفل على مفاتيح لعب الاهلي. الجول اللي دخل فينا الاولاني جول غريب جدا، 3-1. كان عندنا يعني فرصه كبيره جدا ان احنا نوقف ايفونا من نص الملعب، لكن قدر يستغل ان احنا الديفنس بتاعنا فضل يرجع لورا لغايه ما احرز هدف، وبعد كده سيطرنا على اللقاء سيطره تامه، والاهلي جاب الجول الثاني من هجمه مرتده. بالنسبه لي ان انا اشوف بعض اللعيبه، انا دايما في الهزيمه بقول ان انا اللي مسؤول، وده طبعي وده اللي اتربيت عليه، ان انا اشوف بعض اللعيبه خايفه وقلقانه ان هي تلعب قدام الاهلي. ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش موضوع مكسب وخساره، لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه، لعيبه خايفه، ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. كابتن ميدو، يعني في الوقت اللي معروف يوسف بيحرز فيه هدف ممكن كان يكون التعادل ويقلب المباراه، بتترد الكوره وبيحرز الاهلي هدف ثاني في الاخر هجمه مرتده زي ما قلت لك في اخر دقيقه، لان اكيد احنا كنا واخدين ريسك في اخر ربع ساعه، لان طبيعي ان احنا عايزين نرجع للقاء واتليست تخرج بالتعادل، فكان في مخاطره وسيبنا مساحات في خط الظهر. لكن هي دي الكوره. احنا حاولنا الفتره اللي فاتت وعملنا كل حاجه، وحضرنا للجيم صح. وهي دي الكوره، يعني زي ما انت بتقول كان ممكن ان احنا نحرز هدف يبقى هدف التعادل، نخرج متعادلين، ردت فينا بهدف. انا زعلان من حاجتين، زي ما بقول لك، زعلان من ان في بعض اللعيبه للاسف خايفه في الملعب. اللعيبه دي كسبت الاهلي قبل كده ولعبت الاهلي وخدت بطوله وخدت دوري وخدت كاس. يعني هي دي الكوره زي ما قلت لك. في لعيبه كانت خايفه في الملعب للاسف. الحاجه الثانيه ان الطريقه اللي دخل بيها الجونين، خاصه الهدف الاول، سذاجه كبيره جدا. 3-1. ممكن اوقف الكوره، لا هو مرتدين، يعني ممكن اوقف الكوره ونعمل فاول، والكوره سهله جدا ان احنا نوقفها. الجديد اللي هنسمعه دلوقتي انباء عن اقاله ميدو وحازم امام او استقاله ميدو وحازم امام. ده اللي جاي لي في الاستوديو، دي انباء بتتردد. لا دايما بص، في مشكله كبيره جدا بتواجه نادي الزمالك، ان اللعيبه عندها احساس ان دايما مع اي خساره او دايما مع اي مطب الجهاز هيتغير. فده بيخلي المسؤوليات على اللعيبه. اللعيب النهارده لو حاسس ان الجهاز ده موجود معاه وقاعد فتره طويله ومتواجد معاه، ده بيحط مسؤوليات عليه بشكل اكبر. فاحنا بالنسبه لنا بتحمل اللعيبه مسؤوليه الهزيمه. لا 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 لا، انا بتحمل مسؤوليه الهزيمه. دايما انا بقول ان انت ما بتهربش مهما كانت القصه، انا بتحمل اي مسؤوليه. انا جيت نادي الزمالك، اجتهدت وحاولت وشغال لغايه اخر دقيقه. اي قرار مجلس الاداره عايز ياخده اللي شايفه لمصلحه نادي الزمالك. يعني انا كلام بيجي لي ان في تغييرات في الجهاز الفني. اللي احنا اولاد نادي الزمالك يا مهيب. مجلس الاداره لو شايف ان العيب عند الجهاز الفني وقرر اقاله الجهاز الفني، احنا تحت امر نادي الزمالك، وطول عمرنا هنفضل تحت امر نادي الزمالك. النهارده موجودين، بكره مش موجودين، ايا كانت ايه القرارات، لكن هي دي كره القدم. احنا بنجتهد وبنخلص وبنحاول نعمل كل حاجه، وفي النهايه هي دي كره القدم. متقبل قرارات مجلس الاداره؟ اي قرار طبعا متقبله طبعا. احنا هي دي كره القدم، احنا بنشتغل. لو ما حالفكش توفيق والمجلس الاداره بتاع النادي ايا كان النادي اللي انت شغال فيه شايف ان العيب في الجهاز الفني. ابن نادي الزمالك ميدو ممكن الموضوع يمر بسلام؟ لا انت بتسالني سؤال. لا يعني لا اكيد احنا اولاد نادي الزمالك يا مهيب، يعني الموضوع انا عايز اسمع منك. بالنسبه لنا انا عايز اسمع منك. انت بتسالني سؤال مهم. مجلس الاداره خد قرار ان الجهاز الفني يمشي، يبقى مجلس الاداره شايف ان المشكله عند الجهاز الفني. انا بقول لهم المشكله مش عند الجهاز الفني، بس المشكله في اللعيبه يعني.